في عز الوقت اللي انت قاعد بتفطر فيه مع اهلك وبيتك وعلى طبليه واحده وقاعد وزعلان ومتضايق، عايزك تفتكر ان في واحد تاني عايش لوحده بيفطر لوحده، واللي واقف قدام مطعم مستني يطلب مطعم، واللي واقف قدام مسجد مستني ياخد وجبه، وكل واحد ربنا يعلم بحاله. وانت بتتقصى على الاكل ومش شاد عليك، وده حلو وده وحش. في الوقت انت بتسحر بيه في بيتك وسط اهلك، في واحد تاني بيتسحر لوحده. احساس الوحده هو احساس صعب جدا جدا، ممكن تكون انت ما حسيتوش قبل كده، ولكن احنا كمغتربين بنحسه. ويعلم ربنا تاني ان شهر رمضان ده بيعدي علينا من اصعب شهور السنه، رغم ان هو المفروض يكون من اسعد شهور السنه، ولكن مش بايدينا. ولكن ما تقوليش بتعمل فلوس ومسافر عشان خاطر بتعمل فلوس، لا، ده احنا مضحيين عشان خاطر ناس تانيه تعيش، مضحيين عشان خاطر نعرف نعيش اسرتنا في حياه كريمه تليق بالانسان. الحياه مش فلوس بس، في حاجات كتير جدا مفتقدينها. فاحمد ربنا على اللي انت فيه، ولو هطلب منك طلب فادعي لكل واحد مغترب انه يرجع لاهله سالم كان. ما تزعلش على حاجه، ما تزعلش على الظروف اللي انت فيها، ايا كان الظروف اللي انت فيها في شهر رمضان ده بتعدي، واقل حاجه كل البيت بياكل، كله بيشبع، والامور كلها بتكون احسن حاجه. عيش الشهر ده بكل سعاده، عيش الشهر ده واحتفل بيه على قد ما تقدر. ان لو فكرت تسافر في يوم من الايام صدقني شهر رمضان ده بيعدي علينا صعب جدا. ادعوا لنا ربنا يرجعنا لاهالينا سالمين غانمين. السلام عليكم، اشوفكم على خير.